وخصوصا لما تكون مرأة بتوم. Et en même temps, si la femme est politisée, elle dépolitise pas. عسلامة الناس الكل في حلقة جديدة من في منا بودكاست Behind the Screen. اليوم باش نحكيو على حكاية الحكاية. موضوعنا هو على فن لا باند ديسيني أو الشريط المرسوم، وباش نركزوا تحديداً على تونس اللي في 1996 اتطور فيها الفن هذايا والقى ثنيته مع تأسيس الصالون الدولي للشريط المرسوم بتزركة، واللي أسسه المرحوم أبو سعود المسعدي. واليوم الانفيتي متاعنا هي ربيب الخماسي اللي كان عندها دور مهم كبير ومازال دورها مهم في المهرجان هذايا، واللي باش تحكينا عليه أكثر. عسلامة ربيب. عسلامة، شحوالك؟ الحمد لله، انتي سافا؟ الحمد لله. احكي لي كيفاش كان الدورة متاعك في الفستيفال هذايا؟ شنو ما لي غول اللي انتي متكفلة بهم، l'expérience en général؟ الاكسبيريونس يظهر لي اكثر اكسبيريونس ريش عشتها في حياتي، خاطر بديت كوم انيماتريس في الصالون. جيتي انفيتي كوم n'importe quelle autre personne. بديت انيماتريس سيتي en 2016، وكانت تجربة غنية برشا على خاطر وقتها وين لو فيستيفال دو لا بوند ديسيني دو تازركا ماشي في ثنية أخرى، ماشي باش يكبر، ما عادش بوند ديسيني كهو، ولات لي لا فوتوغرافي، لو ديسانز انيمي، لي زاتوليي متاع ستوري تيلينغ اي انسي دو سويت. وقتها بديت نكتشف حاجات أخرين، اكتشفت اللي أنا جو مي كوني، نعرف روحي في البوند ديسيني، وبديت نرى في حاجات أخرين. الصدفة شاءت كوني عاودوا يكلموني يقولوا لي إجارة on veut créer une association اللي هي باش تتلهي بالصالون دو لا بوند ديسيني دو تازركا. جيتي بارتونت، وليت سكرتير جينيرال، اللي انا ماشي بالي سكرتير جينيرال جوست لي بي في اكاهو. يا اخي طلعت الحكايه اكبر من هكاك وبرشا، و سيتي فريمون احسن اكسبيرينس عشتها حتى لتوا، خاطر باش تدخل في كونتاكت مع عباد ما تعرفهمش، باش تتعلم منهم وباش تفهم منهم، ويلزمك تعرف تحكي معاهم، ويلزمك تعرف تقنعهم زاده. حتىكش للبروغراماسيون، حتىكش للبودجي، حتىكش اللي يجيوك فلوس وتعرف تتصرف فيهم، وساعات ما يجيوكش فلوس ويلزمك تعرف تتصرف زاده وانت ما عندكش فلوس. وعرفت برشا عباد، برشا عباد. ومن بعد الخدمه نتاعي كانت هي سكرتير، دونك لهنا في الاوف نتاع الفيستيفال، في الفيستيفال بيدو وليت الكورديناتريس جينيرال. كيف وقت العباد اللي كنت تحكي معهم بالتليفون يلزمك تتلهي بهم سور تيران، تتلهي بالصغار اللي يجيو لي زاتوليي ديرولمون نتاع ليفينمون بيدو نتاع لي سواري، على خاطر سيتي ان ترافاي ا بلان طون من الصباح ملي تقوم حتى اللي ترقد وانت تحلم، كيف يلزمك تخمم في غدوه كيفاش لنهار الكلوتور، ومن بعد الكلوتور فما خدمه ما اكبر زاده. وهذا هو دوري كان في الفيستيفال دو لا بوند ديسيني. وكيفاش كان يتم معناتها اختيار لي زانفيتي اللي باش يشاركوا في الفيستيفال؟ بالتيم، سولون تيم تاع كل عام، التيم اللي يختاروا الديريكتور ارتستيك دو فيستيفال. واسكو معناتها لي زانفيتي توانسه كانت فما سهوله باش تلقاو عباد في الدومين هذايا ولا؟ الدومين هذايا في تونس راه فيه برشا عباد قاعده تخدم فيه، ومش من البارح، ومش برشا عباد. كيما حكينا على شادلي بالخامسة من الأولانيين اللي خدموا في البوند ديسيني، لحبيب بوحاولة الله يرحمه، مانيش باش نسمي باش ما ننسى حتى حد، اما برشا عباد من لي زاني 60 هما يخدموا على البوند ديسيني. وبالطبيعه فما عباد تقبل باش تجي وتحب تجي، وبرشا عباد ديجا نخافوا ساعات لا نظلموا عباد اخرين ما نجيبوهمش، دونك ولينا نمشيو كل عام نجيبوا عباد باش ما نظلموهمش باش ما نظلموهمش توكور وكهو، فهمت؟ دونك هذاك هو. وي في تونس فما برشا عباد تخدم في البوند ديسيني نساء ورجال. في العالم العربي كيف en 2019 جبنا دافيد ماك اللي برشا عباد بوتيتر ما تعرفوش، اللي هو ديسيناتور مارفل. كهو وبرشا عباد معناها ما كانتش تسمع بتونس وسمع بتونس اترافير لو فيستيفال دو لا بوند ديسيني. وهو دافيد ماك عرف تونس قبل في الكوميكون، وعاود رجع وكان فرحان بالتجربه نتاعو معنا.
فوالا والانفتاح هذايا معناتها على دول أخرى كيفاش كان الامباكت نتاعو على الفestival؟ هل ديفرسيتي كولتوريل معناتها اسكو لاحظت معناتها كيفاش كان الامباكت على لي بارتيسيبون ومام عليك انت حتى ك on your personal life ما هو كان في المهرجان كان منفتح على دول البحر الأبيض المتوسط. كانت معنا الجزائر، كانت معنا فرنسا، ومن بعد ولينا قاعدين نحلوا أكثر في الآفاق. دونك en 2019 جيت معنا المغرب والجزائر ومصر، جيت معنا اسبانيا، فرنسا، بلجيكا. و en 2019 en 2018 سامحني صارت اول اكسبوزيشن دو بون ديسيني نتاع دي بدايست، اول مره يتقابلوا في عالم عربي واول مره يتقابلوا في حياتهم الكل. دونك الاكسبوزيشن نتاع 2018 هي كانت اكبر اكسبوزيشن دو بون ديسيني في العالم العربي حتى كشلتها صارت، خاطر لما دي زارتيست عمرهم ما تقابلوا، يا اما شكون عنده انجاجمون، يا اما عنده خدمه، يا اما عنده حاجه. وبالزهر عمتها بون خاطر بدينا نخدموا على بكري برشا، نجمنا نجيبوهم الكل مع بعضهم. ومن بعد صارت اول مره تصير في تونس دايوغ اللي هي في تزاركا الكوليكتيف ماروكان، نسيت الاسم ما خليش شويه وقت نذكره. عملوا دي فريسك في تزاركا اون اوماج البون ديسيني. فوالا. وتشوف الموفمة هذه متاع البوند ديسيني اسكو تبدلت معناتها قبل وبعد الديجيتال؟ هي الديجيتال يسهل برشا العيشه، يسهل برشا الخدمه متاع الناس. باغ كونتر انا شخصيا نحب الورق، نموت على حاجه اسمها ورق، كي نشم ريحه الورق نحبها. الديجيتال يسهل لك خدمتك، يسهل لك التسويق، يسهل لك الاشهار، يسهل لك التعريف بروحك بخدمتك باللي تعيش بيه. اما الى سي انكونفينيون زاده، فهمت؟ توا باش تنجم تضيع كتاب، ما تنجمش تضيع كتاب، بيسي ينجم يضيع لك، درايف ينجم يضيع، تنجم تصير اي حاجه. مي هو في الحياه اليوميه يسهل برشا 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 الخدمه كقبل. توا انا مع العباد اللي قابلتهم في الفيستيفال فما عباد خدموا قبل الديجيتال ومن بعد الديجيتال، يعني نحكيو على 1960 و1980 و1990 حتى كش 2020 سهلت لهم العيشوي. مي هما إلانسيست توجور باش تبدا عندهم كوبي من الورق، وعندهم الحق. انا جو سوي دو سيت افي. اما راهو الديجيتال اليوم مهم، ما تنجمش تشيل دي باس على خاطر بلاش بيه ما تنجمش تخدم. وحتى كان عندك كتاب ما تنجم تعمل بيه حتى شيء، خاطر اليوم ما عادش تنجم تعيش وحدك، ماكش وحدك ومعاك عباد اخرين ما تنجم توصلهم كان بالديجيتال. وفما معلومه ما تنجم توصلها كان بالديجيتال، واصلا ما عادش تنجم تخلط بالورق. دونك يلزم عندك الديجيتال يسهلك حياتك ويسهلك خدمتك ويسهل برشا حاجات، واصلا في اشتري الخدمه تتخدم وانت في بلاستك، فهمت؟ فوالا. والدليل انه كما قلت معناتها في الفيستيفال تلموا برشا فنانين من دول مختلفه غراس الديجيتال. حبيت نسألك على الحضور النسوي في المهرجان، كيفاش معناتها كان تو باغ اكزومبل في 2006 في الفيستيفال دونغوليم في فرنسا انتقدوه برشا خاطر كان معظم الحضور كانوا ديزوتور معناتها رجال، واللي بخي عطاوها للرجال، دونك ما كانش فما حضور المراه فيه. كيفاش كان معناتها في تونس؟ هل كانت موجوده المراه والا كيف حضور ناقص شويه؟ هو بالطبيعة الحضور باش يكون ناقص، اما المراه كانت ديما موجوده، على خاطر هاني قلت لك النساء اللي تعداو بالفيستيفال اللي انا منهم ديما كل عام موجودين. معناها فما حتى عام لقيت روحي وحدي باغ اكزومبل، ان شاء الله ما ننسى حتى حد. مي فما نادي منصور اللي كانت فوتوغراف ياسر محليها، مالوغوزمون اليوم ما عندي عليه حتى خبر، اما تعديت بالفيستيفال. نادي دكدوك ديسيناتريس، الكوليكتيف لاب 619 اللي هما معظمهم فيه نساء، لا ديريكتريس دو ليكول امريكان دو لونيفرسيتي امريكان في بيروت لينا غايبي، اللي عندها مدار النشر ألف باطا سيمونا جابرييلي. فما ديما نساء كانوا يجيو كسوسوا توانسة وإلا أجانب. دونك كانت المرأة ديما حاضرة، والمرأة مش حاضرة راهو كان في البون ديسيني، حتى في لي كوليس نتاع الفيستيفال، اللي طيب واللي تفرق الماكلة واللي تتلهي باللي زانفيتي واللي تتلهي بالكونسيبت ستار كلهم نساء. دونك هم احنا ديجا فاهمين لو كونسيبت كو بلاش مرا ما نجموش نخدموا. يكون حضور محتشم ولا هذيك حاجه اخرى، خاطر في المهرجانات نتاع العالم الكل اجمع ما تنجمش. انا بيرسونيلمون جاكسبت با كو يقولوا لي بالله اجا على خاطرك انت مرا وما باش تكون بحذنا، اجا خاطرك تعرف تخدم كل حاجه هذيك. وي سا جو الفوري. باغ كونتر فما مهرجانات وي تصير فيها حكايات نتاع
misogynie, je vais le dire. Oui, قاعد يصير. Mais en même temps, النساء تويكا قاعدين ياخذوا في بلاصة كبيرة على الآخر malgré tout. تبتا باش توصل، تبتا باش تاخذ حقك، تبتا باش تسيلك حاجات، مي وي قاعد توصل. تو جو برون ليكزامبل نتاع مهرجان لبنان محمود كحيل اللي قاعده تاخذ في جوائز تويكا، هي تونسيه اللي هي عبير القاسمي، وخذت جوائز في مصر زاده. فهمت؟ سي فري كي يجونا لي بلانش نتاع البوند ديسيني، وي ما فماش عدد كبير نتاع نساء. تو تلقى شنو 3-4 نساء قاعدين يخدموا وي على 20 ارتيست، مي فما العنصر النسوي موجود. معناها اليوم ما عادش فما دومين ما عادش تلقى فيه نساء، وما عادش فما دومين ما كش تلقى فيه امرأة. حتى امرأة على 10 رجال، وي فما امرأة، فما العنصر النسوي موجود. قديش هذاك كيما توا ولات امرأة في كل دومين، توا نهار اخر يولي 50% يولي 70% حتى كش نوصلوا ل 100%. مي ايتاب باغ ايتاب فما الحضور قاعد يقوى وقاعد موجود. وسي با خاطر ils n'ont pas le choix، على خاطر سي فريمون باسكو ils n'ont plus le choix كوا. خاطر المرأة تويكا ولات تعرف تعمل، elle sait le faire, elle sait comment le faire et elle sait où le faire et quand le faire. Donc là, on est obligé d'appeler la femme. والمرأة يلزمها تجي مش على خاطر elle est obligée de le faire, mais parce que elle sait le faire. Et c'est ça l'objectif نتاع الحكاية. مش مهم كونك حاضرة، المهم شنو تنجم تعمل. Voilà, c'est mon avis, hein. C'est mon avis personnel. Ou à part en fait le festival ou l'association, نعرف اللي أنت impliqué في الموند متاع الستوري تيلينغ ومتاع الشريط المرسوم. كنت تحكي لنا شوية كيفاش، مش باش نقول إني هي التجربة كلها بدأت، الخطوة الأولى كانت مع السالون انترناسيونال دو لا بوند ديسيني دو تازركالي. أنا قد ما باش نعمل في حياتي سي غراس سيت اكسبيريونس اللي هي تجربه الترجمه في نتاع لي بوند ديسيني في العالم العربي. واول تجربه بديت مع شركه نول للنشر، دار نول للنشر، اللي هي اول كتاب كان لو بارفان دو العراق اللي ترجم العربيه باسم عبير العراق للصحافي العراقي الفرنسي والعراقي فرات العاني. كانت هذيك اول تجربه، واللي هي تجربه سيغتينمون تعبتني برشا، مي كانت تجربة ياسر محليها وشخت بها برشا، خاطر تعلمت منها برشا حاجات، برشا ذكريات، وعملت معها ذكريات أخرين وتعلمت منها برشا حاجات. سي سا، هذايا الموند اللي أنا فيه تويكا اللي هو دو لا ترادكسيون. وكيفاش أثرت فيك معناتها كيفاش أثر فيك معناتها الكتاب، سورتو كي كان أول كتاب ترجمه؟ هو أول كتاب باش نترجمه اللي أنا قريته من الأول، قريته عادي جدا، ما أثرش فيها، سيتي جوست تاش يلزمني نخدمها وكهاو. كي بديت نترجم بديت نعيش في التجربة. معناها فرات العاني اليوم كي قاعدة الرفيق قاعدة الطفل الصغير اللي مشى للعراق عمره 9 سنين واللي قاعد يكتشف في الجلاس متاع العراق، ومن بعد اللي هو رجع لفرنسا يحكي على أصحابه على العراق، وفرات العاني اللي تصدم كرا الحرب على العراق واللي إلى توفي باش يرجع للعراق كصحافي. فرات اللي بكي واللي تأثر واللي حزن واللي عمل برشا حاجات جوست على خاطر العراق. أبخيتو أنا في عمري حضرت على حرب العراق وقتها في الليسي وتعدي وتصور وكهو، معني تصور في التلفزة هكا حرب بعيدة علينا مش عنا احنا. مع فرات حتى كي ريت نعرفه اون ديريت ربى في دارنا، معناها ريتو نعرف شنو ياكل نعرف شنو يحب، سي غراس اللي هو كاتبو، سي غراس لتصاور زاده، وحلمت معاه وعرفت دارهم وعرفت بوه وعشت الخوف اللي هو عاش، وساعات تتعب تهبط تتنفس تعمل دورة تمشي تعمل أي حاجة باش ترجع تتنفس شوية باش تعاود تكمل معاه من أول وجديد. دونك الكتاب هذاك مش كتاب بالنسبة لي، هذاك ألبوم تاع تصاور، هذاك دي سوفنيغ متاع فرات، حكايات حكاهم لي فرات ليا انا وحدي، راه في مخي ديما ليا انا وحدي. وليت صحاب مع فرات اللي هو ما يعرفنيش، تعرفنا على من بعد على بعضنا كي ترجمت الكتاب. سيتي ليموشن متاع الحرب متاع السلام ومتاع التكسير ومتاع الخوف ومتاع برشا احاسيس فرد وقت. دونك ما كانتش تجربه ترجمه، تجربة متاع كتبت التاريخ معاه من أول وجديد، على خاطر كنا نعرفوا حرب العراق واللي ديقام تاعها، إما عمرنا ما عرفنا حرب العراق وديقام تاعها على طفل صغير وعلى شاب عمره 20 سنة وعلى راجل عمره 35 سنة وعلى درويش عمره 70 سنة وعلى مصلي وعلى اللي كان يبيع كان لابس عليه هو لا فقير واللي كان فقير ولا غني. اللي ديتاي هذوك ما نعرفوهمش ما عشناهمش. ويمكن زاد التجربة نتاع الثورة أثرت فيها، خاطر كان ترجمت قبل الثورة يعني ما نعرفش شكون ميت لك في الحرب وما نعرفش معناها ان بليسي دو غير، ما نعرفش كوفغ فوش معناها.
وقتها عشت وتذكرت وتذكرت حاجات اللي في تونس وعشتهم انديري في العراق وشميت روايح متاع جلاس ومتاع ماكله وذقت زاد ماكله متاع حوت متاع خبز هواكلي. دونك كانت اكثر من تجربه، كانت شامله برشا، خاطر تعلمت زاد كلام اخر بالعربيه خاطر ما نعرفوش، ما كنتش نعرف، دونك لوجت. وزاد فما طيارات دينيه عرفتها اترافير سو ليفر. دونك فما برشا حاجات، سي لوان ديتر ان ليفر. هذاك بالحق بالنسبه لي انا سي البوم تاع تصاور ومتاع حكايات كيما عزيزتك تحكيهم لك، كيما بوك يحكيهم لك، كيما برشا حاجات. دونك فوالا هي الكومبينيزون بين يعني اكسبيريونس بيرسونيل، لي ديتاي مكتوبين بقلمه هو، الحاجات اللي عاشهم، لي سنتيمون، لي ايموشن اللي موجودين، وسورتو تصاور يخليوك تحس روحك امبليكي اكثر في الحكايه. دونك هنا ما تحسش انه فما اوتور معناتها ثالث يولي للكتاب مع الكاتب ومع الرسام والمترجم. اكثر من اوتور، على خاطر جي لا ريسبونسابيلتي زاده باش نترجم كيف من هو وكيف ما هو حب يوصل. خاطر خوفه، انا ما خفتش في بلاصه فرات، اما يلزمني نترجم خوف فرات. انا ما بكيتش في بلاصه فرات، ما فرحتش في بلاصه فرات الى سا مانيير ديكسبليكي لا شوز. دونك انا يلزمني نكون فرات ونكون اللي يصور الفرات ونكون انا بيدي، على خاطر يلزم روحي زاده في الكتاب. دونك سي اشمل برشا من اللي يكتب واشمل برشا من اللي يصور. اما راو سوني كان ديتاي بارمي دوتر. الترجمه تنجم تعاون اما يلزم معاهم. دونك هي بوتيتر الساقه الرابعه على الطاوله اللي باش تقف عليها الطاوله، مي سي ان ترافاي كوليكتيف. فوالا. و جو بونس التشالنج الاكبر انه الكتاب صحيح كاتبه عراقي باللغه الفرنسيه اللي هو عايش في فرنسا، مي التشالنج نتاعك اللي انت باش ترجمه للعربيه واللي باش يتوجه للجمهور العربي والقارئ العربي اللي لازم يحسوا كما حسوا فرات. دونك نتصور هذه من اصعب الحاجات واللي يحكي على الكتاب كما انا نحكي عليه اليوم. فوالا. على خاطر je dois aussi dire que العربية متاعنا مش كما العربية متاع المشرق. دونك فما كلام احنا نقولوه بالعربية الفصحى بالنسبة ليهم ماهيش العربية الفصحى. دونك يلزمك زادة تلوج ويلزمك تعاود تقرأ ويلزمك تعاود تثبت ويلزم فما برشا خدمة ميزا باغ الإحساس اللي باش توصلوا الإحساس راو هذاك من الأول. خاطر كما قلت لك الكتاب ترجمته تلكيلي، ومن بعد بديت نبدل بروحي وبروح فرات وبروح اللي باش يقرا، واصلا يلزمك تتمي على بلاس نتاع فرات ونتاع اللي باش يقرا، على خاطر كانوا الكتاب جامد مترجم وكهو سا سيغ غيان باش تخدم عليه وباش تخدم بيه اصلا. خاطر يلزمك الكتاب مش تقراه وكهو وتلوح، يلزمك تقعد تخمم فيه وتتذكر وسيد الاكسبيرينس. على خاطر فما دي ديتاي ما كنتش نعرفهم انا على حرب العراق، عرفتهم وتوا مازالوا عندي، على خاطر فما احساس عداه لي فرات. يلزم زاده اللي باش يقرا من بعدي انا بالعربيه يلزم يتذكر حاجات باحساس مش معلومه وتعديها وكهو وتصور وصلوا اكثر المعلومه. خاطر انا كي قريت راه ما ركزتش مع تصاور برشا. من بعد كي بديت نترجم وقتها وين غزرت تصاور صدام وتصاور فرات وعملت جي كريي مي بروبر بيرسون في الكتاب هذاك انسي دو سويت. ونتصور زاد كانوا فما مفردات ثقافيه برشا معناتها مرتبطه بالثقافه العراقيه وباللغه العراقيه. اسكو معناتها كان فما ريشيرش باش لقيتهم ولا فما وصلت حتى لين لوجت على العراقيين باش نمشي ناكل عندهم اصلا تلمون امبليكي في خاطر تلمون يبدا يحكي لك في حكايه وكيفاش معناها عبير العراق راه سي با بور ريان. خاطر بالحق كي تمشي انت لبلادك، انا اصلا كي نسافر ونرجع لوج على ريحه تونس، لوج على ريحه تونس سان بو بارتو، راه في قهوه في بار في ريستورون في حوايج امي في حوايج عزيزتي اي سا يلزمك تشمها بالحق بور ديكريغ لا شوز. فما خبز انا لوجت عليه جوست باش كليته باش نعرف الريحه اللي هو يحكي عليها شنية. كانت بنين على الاخر اي كيما هو وصف. اما اللي ابان منه الاحساس اللي انت تعديه وتتعرف على اصلا عراقيين. وليت اصلا كي راعي عراقيين حسيت روحي نحكيو على حاجات نعرفوهم، عشنا مع بعضنا، عشنا في العراق. عمري مشيت العراق مي مشيت لها ترافيرس ليفر. نايس. وشنو ما الكتب اللي خدمت عليهم اخرين مع خلاف عبير العراق؟ هو أنا أول ما صار اتصال بيني وبين شركة نول دار نول للكتب هي كتاب كان باش يترجم اللي هو غوانتانامو كات، طفل غوانتانامو.
وكانت البروبوزيسيون محلوله حتى لين كلموني دونك خديت عبيد العراق في عوز غوانتانامو كيد. ومن بعدها خديت غوانتانامو كيد اللي هو كتاب يتعب اما مش كيما عبيد العراق، خاطر عبيد العراق فيه برشا احاسيس نتاع خوف وظلم وبكي وفرحه وخدمه وتعب بيان سي دو سويت. طفل الغوانتانامو في حاجه برك، الظلم. قديش تقعد باش تلقى حقك، قديش تقعد باش تدافع على حقك، وقداش يلزمك وقت باش تثبت اللي انت بريء ابخيتو، على خاطر الشخصيه نتاع الكتاب التوا مظلومه. التوا مظلومه مش على خاطر كيما برشا عباد اخرين من بعده ظلموا وقبلوا ظلموا ما حكي عليهم حتى حد، اما عمرك 11 سنه وتشد صحيح حدكش اللي عمرك 25 سنه سي با ايفيدون. تبكي وتتعب وما عادش تتنفس وتحب تنتحر وكالاحاسيس هذوكم الكل كلهم احساس بركه تحت خطا واحد اللي هو الظلم. وقديش هزيت من عام وقديش هزيت من نهار. هو الكتاب كبير شويه مي كبير يعني رزين في الاحساس، اما تعيش الظلم وتعرف قد ما تتظلم انت في الدنيا ديما راه فما شكون مظلوم اكثر منك. والطفل اللي هو مازال بالنسبه لي انا طفل صغير، مازال ما كبرش، طنكم مازال مظلوم، طنكم مازال ما كبرش، طنكم مازال في غلطه ما عملهاش، ما عنده بها حتى علاقه، وحتى كان عمل عمره 11 سنه. دونك لنا نلاحظوا انه نول بوكس ديما تخدم على الكتب اللي فيهم قضايا انسانيه، وشفنا في التجربه في الكتب اللي خدمت عليهم في مصر اللي هي كان عندها معناتها ريزو اصدار في مصر، كانوا يعني حاجات محلية جدا تعبر على الشعب المصري، على الثقافة المصرية، كما يلا باي، كما اسكندرية، كما تاكسي اسكندرية تاني. ما تشوفش اسكو معناتها نجم تشوف التجربة هذه في تونس يخدموا على حاجات كما هكا، اما في تونس وبالماركة كتونيزيان؟ اي ما هي الأرضية موجودة، الأرضية اللي هما لي ديسيناتور ولي سيناريست، الأرضية موجودة. عنا كما قلت لك قبيلة بلوزيور ارتيست موجودين. تبقينا في مصر وفي المشرق فما سكون ابل السوق، وفما السوق على أساسه. معناها كي نحكيو كتب في مصر تحكي تنجم تبيع، تنجم تسوق، تنجم تدخل فلوس، تنجم تعيش بهم. في تونس الأرضية بركة موجودة، أما الحيوط والسايس بيدو مش موجود. دونك خاطر كي باش تعيش في دار لازمك سقف وحيوط وشبابك وباب ومبل وهذا. لنا احنا توا نعرف برشا عبيد كيما لابسي 119 اللي خدموا برشا على إصداراتهم وحدهم avec leurs propres moyens بفلوسهم، وحتى كي يبيعوا قاعدين يبيعوا بأسوام رمزية جدا، جوست للتسويق، جوست بالعاميه كيما نقولوا يا ولادي راه فما بون ديسيني وماهيش للصغار اكاهو. خاطر اليوم فما مشكله في تونس ولينا كي نقولوا بون ديسيني هي هذيك نتاع الصغار صور واقرا وكاهو. نو سي با سا. البون ديسيني تنجم تربيك على التصوير وعلى الكتيبه وتنجم تتعلم منها برشا حاجات، تنجم اصلا تتحل افاق. كما فما برشا عباد عادوا بالصالون تاع البون ديسيني في تزركه اليوم عندهم اسامي معروفين، عندك حاتم ناشي، عندك سيف الدين ناشي، عندك نادي دكدوك، فما برشا اسامي موجودين اليوم تعداو بالصالون هما صغار وكي كبروا ولاو حاجه من الدومين. مش لازم راهو في البون ديسيني على خاطر كما قلت لك راهي ما تعلمكش تقرا كهو، تعلمك تقرا وتعلمك تخدم وتعلمك لي ديتاي وتعلمك الفينيسيون تاع الفيانكه نتاع الخدمه تعلمها لك. دونك تونس اليوم فما اميان اللي هو مش موجود. كيفاش نربطوا اللي راي البون ديسيني ماهيش نتاع صغار، راي نتاع كبار زاده، وراي خدمه وراي فيها ان غانيو بان وراك تنجم تعيش بها وتنجم تدخل منها فلوس. فهمت؟ دونك فما خدمه هانيه قلت لك نتاع 3-4 سنين جو ديغي بيان زاد 5-10 سنين باش الجينيراسيون جديده تفهم اللي هي تنجم تعيش بالبون ديسيني وتنجم تدخل فلوس وتنجم تعمل برشا مشاريع اخرى اترافير سو ميتيي كوا. وبالنسبة لي كنتي شنية مثلا الحلول ولا الحاجات اللي نجموا نخدموا عليها باش يتحرك المارشي معناتها نتاع البون ديسيني؟ لا وقتها باش نوليو نحكيو في موضوع اشمل اللي هو الكتب. خاطر اليوم مانيش باش نحكي في الديجيتال على خاطر ما عندناش مارشي تنجم تشري منه في تونس اون لين. باغ كونطخ نجموا نحكيو على حاجه ما اكبر برشا اللي هي الكتب بون جينيرال. يلزم اليوم ما عادش نخدموا على كتاب راهو كي تكمل قرايتك سي ما عادش تسحق كتاب، وراو الكتاب في المكتب ما عادش يلزم يكون عقاب اجا نعاقبك نعطيك
الكتاب تقراه، راهو الكتاب متعة، راهو الكتاب تتعلم منه، راهو الكتاب تتفرهد بيه، تطير بيه، تحلم بيه، كيما تتفرج كيما احنا كي كنا صغار نتفرجوا في الرسوم المتحركة في التلفزة، أي نوليو نمشيو ناخدو كتاب نتمتعوا بيه، نعمل لك ميم، إجا نقراو كتاب نردوه ميم من بعد. ريت الغشير اللي يتربى، الطفل صغير اللي يتربى على الكتاب ماهوش عقاب، يولي لوج عليه خاطر يولي يتفرهد، كيما يخرج يحب يشتري كورة، كيما يولي يحب يشتري كتاب على خاطر يعرف اللي هذاك ماهوش عقاب. نهار اللي نحيو ثقافة اقرا لي كتاب وجيب لي ريزومي اللي هو ما تعرفش عليه منين نجيبه، ونهار اللي نحكيو ثقافه اللي راهو باش نعاقبك اجا اقرا هذايا وانت معاقب ما تخرج تلعب وجا اقرا على روحك، تو يولي عنا مارشي تاع كتب. ومن بعد نمشيو للبون ديسيني، خاطر اذا كان طفل صغير تربى على البون ديسيني ما نجمش يقطع معها ويقص على خاطر ما عادش متاع عمره. ليه؟ البون ديسيني في الأعمار الكل كيما الكتب راهي متاع الأعمار الكل. دونك وقت اللي نخدمه من المكتب من الروضة اللي أي طفل ما عادش يتعاقب بالقراية، أتو وقتها نوليو نحكيو على مارشي. دونك وانتي كرباب ولا هيلدا؟ جو بريفير هيلدا. ما أوسي ما تخممش باش انتي تولي تنتج معناتها في لي بوند ديسيني؟ ننتج وإلا نعمل دي بوند تعمل داكوغ. أي ننتج خاطر صعيبة برشا. علاش ليه؟ اما صعبه شوي. وي الاكسبيريونس نتاع الكورونا فيروس في تونس اللي عشتها انا وعاشوها اصحابي ماركتني في حاجه اللي هي الحدود والمرض. خاطرني انا في الكورونا اول ما صارت الكريز نلقى روحي محصوره في بلاد اجنبيه، وثلاثة ايام عديتهم مانيش عارفه على روحي وين باش نقعد وكيف باش نقعد، وسفاره مسكره، سفاره مش مسكره محلوله مي اون ديري مسكره. دونك وقتها تحس بالإحساس متاعك اللي أنت ضايع. كي رجعت لتونس نلقى روحي مريضة بالكورونا. من بعدها عندي صحابي جزائرية مشاو لفرنسا عندهم خدمة باش يعملوها 10 أيام، لقاو روحهم 4 شهور مسكرين عليهم في فرنسا، ما عندهمش فلوس وكل مرة درا كيفاش يتصرفوا. ونهار اللي الجزائر حلت الحدود مع تونس جاو لتونس وقعدوا معذبين خاطر ما يعرفوش كيفاش باش يدخلوا للجزائر. ووقتها مشكلتهم اون فوا تعداو الحدود سايي معناها وصلوا لديارهم خاطر هما يعيشوا في اقصى الغرب. التجربه هذيك كي عشتها والاحساس التشرد والضايع، واللي انت بلادك عندك بلاد ما عادش فما حتى انتماء لحتى دوله، راه وقتها ما عادش فما حتى انتماء عندك، كان البعد الانساني هو اللي تنتمي له. الفكره هذه هي اللي توا قاعده نخدم فيها، امام يلزمها وقت خاطر يلزم البانديمي ساعة تتنحى باش نفهم شنو اللي صار شنو اللي ما صارش، وباش نفهم أنا شنو اللي نحب نواصل بالضبط. أما البانديمي والحدود سيت اون استوار اللي أنا توا كي نذكرها نتغشش ونبكي ونحزن ونفرح خاطرني روحت، مي جو ترافايي سور سا. وكان نهار خدمت بون ديسيني سا سخا سور سا. دونك التيم باش يكون هكا، و اسكو معناتها لي بيرسوناج باش يكونوا ريال ولا فيكتيف؟ وي ريال. Il y aura quelques personnages fictifs على خاطر السفير مع عمري مريتو، البيلوت عمري مريتو، اللي قصف لي بيي دافيون عمري مريتو. الروح خاطر تحلم راهو ساعات راك تولي تهستر في الليل تحلم في حكايات اللي ترى عباد عمرك مريتهم عمرك ما قابلتهم خاطر جوست قابلتهم في المطار. العباد اللي قابلتهم في المطار وما تعرفش عليهم توا وصلوا ما وصلوش، حيين مش حيين زاد هذوكم. دونك فما حكايات باش تصير ماهيش واقعيه برشا، مي باش يكونوا موجودين. خاطر وقت اللي ترى وجه طفل صغير يبكي خاطر يحب يقابل بابا اللي هو ما يعرفش عليه حي ولا ميت ومرته فاقده الاتصال، وي خاطر اونيتي كوم انيتا دو غير، وحتى حد ما يعرف على الاخر وقت باش يروح وقت باش يدخل. وسي تروماتيزون. تصور نتاع اللي توا في بالي راقدين في المطار على في اللي جات 3 ايام ما عندناش ماكله، ما فماش حتى تواليت، ما فما حتى شيء. سي تروماتيزون، سي فاتيغون ميم. وهذيك اول حاجه يمكن باش نبدا بها. ايه ديجا تحسها ياسر ماتير ريشه على الاخر. اسكو انت تخمم انت ترسمهم ولا حد اخر معناتها يرسم؟ مازلت ما نعرفش خاطرني انا بطبيعتي نصور راهو، اما جي اريتي بيريود وكان باش نرجع يمكن يلزم شكون معايا يعاوني خاطر فما اون سيغتان تكنيسيتي ضيعتها شويه، مي وي يمكن انا باش نصور ويمكن لا. اوكي اي كانت ويت باش نقراها ليستوار ان شاء الله. وي بوركوا با. هاني نخمم هاني قاعده نحضر. بتاتر نحكيو عليها البودكاست الجاي. وي ونوعدك انت اول واحده باش نحكي لها عليها، نوعدك هذايا. فوزوري tu as ma promesse. دونك تو وصلنا لاخر الحلقه. ساعة عدى الوقت معاك. يا جوست باش نقترح حاجه.
هي كيما اللعبة. دونك باش نختموا باش نتخيلوا رواحنا باش on va imaginer معناتها هكا باش نصنعوا une bande dessinée. جست باش نقولوا باي باي. باش نتخيلوا الإطار المكاني الإطار الزماني باش نخليك أنت تختار ومن بعد أني نبني على التصور متاعك. وي نختار تزاركة ما نعرفش مشيت لها ولا نوب ميساج خاطر تزاركة راكي تكمل الفستيفال وباش تروح راك باش تودع البلايص اللي انت مشيت لهم البحر والسانية والجبدة والفستيفال واللي تابلو والورق والخدمة متاع الصغار والصغار اللي جاوا يعيطوا لك باهي. باش نختار البرانش الاخراني اللي نعملوه في تزاركة في السانية بلاصة خضراء بعد البحر ونهارتها اخر نهار باش نتقابلوا فيه. نايس. توا اني باش نقعد نتخيل ساعة اول نهار باش نتقابلوا فيه ومن بعد اخر باي باي. اي خاطر وقتها باش نحكيو ان شاء الله نتقابلوا العام الجاي ان شاء الله وقداش فرحنا ونتذكروا شو عملنا. انا فرحت برشا اللي ريت كل يوم فرحت برشا اللي ريت زين خاطر عنا برشا ما قابلناش حتى كي نتقابلوا بالعينين زاد نسلم. سلام وفرحت اي برشا خاطر حكيت زاد على البوند ديسيني اللي حاجه نحبها برشا والفستيفال نتاع تزاركة والاطار المكاني هذا اللي مش باش نحكيو عليه مش نحكي على روحه واحده. دونك اي نتقابلوا العام الجاي. نتمنى كوني تكون البوند ديسيني نتاعي حاضره 2023 اما انا الاكثر نتصور 2024 خاطر فيها برشا خدمه كبيره ان شاء الله. كانت عامله 2023 انت لولا اللي باش تسمع بها وحتى كان مش 2023 راهي 24 انت باش تقعد ديما انت حتى سيناتور نعملها لهنا وفرحانه برشا وهذا احساسي ونعرف اللي مادام ارتحت هكا مادام باش نعاودوا نتقابلوا مادام باش نعاودوا نتقابلوا برشا مرات. ان شاء الله. ميرسي ربيب. ميرسي انت وميرسي زين وميرسي لمحمد بن سلامه وميرسي للعباد الكل. ميرسي باي باي. سلامه 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 سلامه.